السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى كده اول ظهور ليا في القناه. حبيت بقى كده ان انا اسلم عليكم. انا كنت كده بقى في المواصلات ورايحه الوكاله اللي هي عند شارع 26 يوليو. بصوا بقى كده هوريكم بقى كده الاسعار حلوه جدا جدا جدا. يعني انا اصلا عارفه المكان ده من زمان، بس قالي كتير جدا ما روحتش. الستاند ده كده كله ده كده كان ب35 جنيه. بصوا، وكلها بقى ماركات، يعني زارا براندات جميلة جدا. بصوا ده براند ايه؟ ده كوليكشن. بجد اسعار جميلة وهيعجبكم كل حاجة هناك بجد. انا كده جبت النهاردة بس كده جبت حاجتين، حاجة ليا كده وحاجة صغيرة كده لابني بتاعت رأس السنة. هوريها لكم برضو كده. بصوا ده الستاند ده ب35 جنيه. شايفين؟ بصوا حلو جدا، اسعار وماركات جميلة. بصوا بقى كده ده بصوا اللي على الايد حلوة قوي بجد. ده كده هقول لكم ده المكان اللي انا فيه ده النهارده. انا ما دخلتش الوكاله عند زكي السماك، انا رحت الوكاله ناحيه اللي هي ورا مستشفى الجلاء. يعني الشارع ده ورا مستشفى الجلاء. انا لان كنت رايحه بس هناك مشوار كده، وقلت اعدي بالصدفه لقيتهم دول واقفين. هو النهارده لحد عادي واقفين مش قافلين، لان كانت في ناس بتقول ان الوكاله قافله يوم الاحد. لا، هي مش قافله. بصوا بقى ستاند الاطفال ده اي حاجه فيه ب10 جنيه. يعني بصوا ده كده ب10 جنيه. شايفين؟ يعني بجد حاجه وهميه. بجد اتصدمت من حاجه الاطفال، احسن وارخص من حاجه الكبار يعني جدا واحلى. هبص بقى هوريكم ده اللي انا جبته لابني. هو ده. بصوا شايفينه؟ يعني انا ده لقيته في ستاند بس بزراير كان ب45. ده انا جبته ب10 اهو. بجد حاجات جميلة جدا. بصوا بقى ده ورا مستشفى الجلاء بالظبط اهو ب25. بصوا الجاكيت ده تحفة، ده حديث ولادة ب25 جنيه. انت لو جبتيه من اي محل بره هتلاقيه اغلى من كده بكتير جدا. وطبعا عارفين كلنا الاسعار الشتوي. ان شاء الله لما اجي انزل بقى عند زكي السماك بقى والحتت دي هوريهولكوا برضو وهصور لكم واخدكم معايا في الجولة. بصوا ده كده اهو ب25 جنيه. بصوا ماركة ايه؟ مكتوب عليها بكريسمس. ده بناتي برضو يعتبر يعني حديث ولادة. ده بقى بصوا الجاكيت الفرو ده ب25 جنيه البناتي. بجد بجد اسعار حاجة الاطفال جميلة جدا جدا جدا. لا هم بصوا شايلين الخمسة وحاطين 20، يعني ب20. ده الستاند ده ب25. انا بجد يعني كنت بتفرج كده. بصوا ده ب25. كنت بتفرج وبصور وبشتري كمان. يعني اعذروني بس لو التصوير في حاجة. بصوا كده الكم ده عجبني قوي. ده ب35. هما الاسعار هناك ما بين 15 و10 و30 و35 و25. اكتر حاجة هناك 65 و100. اكتر دي الاستندات بقى اللي هي اللي فوق التوب. بصوا الستاند ده ب45. بصوا ده كده حلو قوي ده. واللي جنبي ده برضو ب45. وده برضو البليزر ده. بصوا كلهم بجد براندات بجد. يعني مفيش حاجة لقيتها مصري خالص. بصوا حاجات جميلة جدا. دي لو لقيتها في اي محل مش اقل من 250، مش اقل. في الشتاء، اول الشتاء انتوا عارفين طبعا الاسعار. وحاجات خامتها نضيفة جدا جدا جدا. يعني مهما تغسليها وتلبسيها انا بجد يعني انا عارفاها المكان ده من زمان، ايام ما كنت بشتغل في مكتب في طلعت حرب. فصاحبتي قالت لي تعالي، ده احنا بنجيب حاجتنا من الوكالة. انا عارفة المكان ده من سنة 2009. يعني بقالي 11 سنة عارفاه، وبقالي 11 سنة بروحه وبجيب منه حاجات ساعات برضو كتير. بصوا انا ده كنت هجيبه بس لقيته خفيف. بصوا بقى دي برضو كلهم براندات جميلة جدا. ده ب35 جنيه. وده برضو ب35. شايفين؟ ومشيتهم مش بتوبر نهائيا.
ده بصوا بقى، ده فستان كده طويل، لو هتلبسيه وتلبسي تحتيه بوت يبقى تحفة، وب35 جنيه. بصوا الماركات، ودي برضو جميلة جدا، ب35 جنيه. كل اللي انا بوريهولكوا ده بجد حاجات وهمية وجميلة جدا. على فكرة عايزة اقول لكم في حاجات والله كانت ب7.5 وب5 جنيه، وحاجات جميلة جدا برضو، حاجة اطفال. بصوا برضو الستاند ده ب65، الستاند ده ب100 بقى، الجواكت اللي هي الرجالي. وفي حاجات على فكرة، في حاجات جديدة وفي حاجات بلات. بصوا، بصوا ده بقى العسل ده بيتهيألي ب35، بيتهيألي برضو مش فاكرة. الستاند ده كان ب35. بصوا هو هنا بيفرجني بقى، بيوريني، قال لي بقى هاتيلي الناس اصحابك وخليهم يجولي. بصوا ده ب35 جنيه، ده عشان تجيبي بره بالنظافة ديت وبالخامة دي مش اقل من 200 جنيه. كلنا طبعا عارفين الاسعار. لو عجبتكم جولتي اشتركوا تحت في القناة، اللي هو الكلمة الحمراء اللي تحت الفيديو، عشان يوصل لكم كل جديد مني. بصوا هنا ميد ان ايطالي، ايطالي. بصوا حلو قوي. اشوفكم في فيديو جديد يا حبايب قلبي، ومع الف مليون سلامة. واستنوا بقى الجولة التانية، وهوريكم المشتريات اللي انا جبتها من هناك، ومع الف مليون سلامة.